مرحباً أصدقائي، هل تعلمون أن في بلادنا قديماً كانت القصور العالية والجميلة وكان السلاطين والأميرات؟ هل تخيلتم تلك المرحلة؟ سآخذكم اليوم إلى مكان يشبه السحر. فلنسمع قصتنا عن بنت السلطان. كان في قديم الزمان مملكة بعيدة بين الأرض والسماء، يحكم شعبها سلطان من السلاطين. كان عادلاً ومحبوباً، وقد رزقه الله بنتاً آية في الجمال، ومن شدة حبه لها وتعلقه بها لم يسميها باسم خاص، بل ربط اسمها باسمه وسماها بنت السلطان. كبرت الفتاة، وكلما كبرت زاد جمالها وحسن أخلاقها ورقتها. وذات يوم مرضت أمها، فلازمتها بنت السلطان ليلاً نهاراً، وجاء الأطباء من كل مكان، ولكن شاء القدر أن ترحل الأم عن الدنيا. حزنت بنت السلطان حزناً شديداً حتى ضعفت صحتها وذبلت مثل وردة مقطوفة، ومنذ ذلك اليوم لم تعد تحدث أحداً. مرت الأعوام وكبرت بنت السلطان، وكبر حزن السلطان معها، فكان يرى بنات الناس في سنها يتزوجن، بينما هي بقيت وحيدة صامتة تلعب مع الأطفال فقط. كان قلبه يتقطع ألماً، فأراد أن يزوجها، لكن كل من تقدم لخطبتها كان إما فقيراً طامعاً أو قريباً يريد الجاه والسلطة، فرفضهم جميعاً. كثر الحديث على بنت السلطان لتأخر زواجها، وظل السلطان مهموماً: إن مت غداً فمن يكفل ابنتي؟ عندها جاء الوزير بحيلة ذكية وقال: يا مولاي، أعلن في المملكة: من استطاع أن ينطق الأمير بكلمة واحدة فله أن يتزوجها، وإن لم ينجح أحد فقد ثبت أن رجال المملكة عاجزون. أمر السلطان البراح أن ينشر الخبر في كل أنحاء المملكة، فجاء الرجال من كل صوب طامعين في جمالها ومالها، لكن لم يستطع أحد أن يجعلها تتكلم، إلى أن جاء ذات يوم فارس غريب لا يملك مالاً ولا جاهاً، لكنه قال في نفسه: سأجرب فلن أخسر شيئاً. دخل على بنت السلطان فأعجب بجمالها، جلس أمامها وأخرج شمعة من جيبه، أشعلها وبدأ يقص عليها حكاية. كان 3 إخوة، نحات ونجار وخياط، خرجوا في رحلة إلى الجبال، لكن أدركهم الليل في رأس الجبل، فخافوا من الوحوش والأغوال، ووجدوا غاراً فآووا إليه وتناوبوا على الحراسة. خرج النحات أولاً، فأخذ جذع شجرة ونحت منه تمثال فتاة. ثم خرج النجار، رأى التمثال فبدأ يزينه ويجمله بنقوش دقيقة. وأخيراً خرج الخياط، رأى التمثال فأخذ رداءه وخاط منه فستاناً جميلاً وألبسه لها. وعند شروق الشمس تركوا الغار وذهبوا في حال سبيلهم. أطفأ الفارس الشمعة وخرج من الغرفة دون أن يزيد كلمة، فإذا ببنت السلطان تلحق به مسرعة سائلة إياه: ومن أخذ الفتاة؟ ابتسم الفارس وقال: الذي أنطقها. فرح السلطان فرحاً عظيماً حين علم ابنته تكلمت أخيراً، وأقيمت الأفراح في المملكة، وزفت بنت السلطان إلى الفارس، فعادت الحياة إلى قلبها، وعاشا في سعادة وهناء. هل أعجبتكم القصة؟ أحب هذه القصص كثيراً. إلى اللقاء، نلتقي في قصة أخرى إن شاء الله.